اليوم حبيت أغير عن البرك المقلية وجربت البرك التركية على طريقتي، ولا أسهل وأسرع من هيك. طبعا جبت رقايق جاهزة، وإذا بتحبوا بنزل لكم طريقة العجينة بالتفصيل، بس أنا جبتها جاهزة ورق الجلاش. وعندي هون أنا جبنة، حطيت جبنة بيضة مع جبنة موزاريلا وبقدونس وحبة البركة. والخليط اللي عم سقي فيه هو عبارة عن بيضة ونص كاسة حليب ونص كاسة زيت أبيض، مثل ما شفتوا بدهن ورق الجلاش هيك. وبلفه بعدين. طبعا إذا لاحظتوا إني أنا حطيت الجبنة متفرقة، ما حطيتها صف واحد. شايفين كيف وقت بدي لفها مشان تلف معي؟ هي التانيات أنا خليتها فاضية. شايفين كيف بعطيها هيك دهنة خفيفة سريعة وسهلة وصحية. وبحط الجبنة هيك، بترك فراغ صغير بيناتهم وبلفها. وشوفوا طريقة لفها ما أحلاها بالصينية. بعملها هيك على شكل، شايفين، دائرة. بعدين بدهن الوش طبقة خفيفة. يعني صراحة ما شاء الله كتير كتير حبوه عندي بالبيت كتير. وأهم نقطة يعني تكون أنا عندي الرقايق اللي بدي أجيبها تكون تازة، ما تكون مشققة معي حتى ما تعذبني بالشغل. ورشة حبة البركة وعلى الفرن. فرن حامي، أخدت تقريبا شي نص ساعة على أقوى درجة. وما شاء الله يعني الريحة والطعمة، جربوها وبتدعولي. إن شاء الله صحة وألف هنا.